هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. هقول للناس ايه؟ هو انت ايه؟ مش ممكن تكوني بني ادمه طبيعيه. يعني حتى وانت موجوعه كل اللي همك هتقولي للناس ايه؟ جوزك خانك، جوزك ارتكب جرم في حقك، مش ده موضوعك. اللي فارق معاكي حاجه واحده بس، هتقولي للناس ايه؟ ما تقولش جوزك، هو ما بقاش فارق معايا اصلا. انا لا بحبه ولا بغير عليه، بس يحط من شأني ويصغرني قدام الناس لا. انا كرامتي وشكلي اهم من 10 زيه. شايفه بنتك يا ماما؟ دي اتجننت خالص، بيتها بيتخرب وكل اللي يهمها ان الناس ما تعرفش حاجه. لا وايه؟ مش عشان ولادها ولا بيتها، لا ده عشان كرامتها وشكلها قدام صحابها اللي كانت مفهماهم ان جوزها ماشي على العجين ما يلخبطوش. ايه رأيك بقى؟ لا يا تامر، انا مش مصدقه بصراحه ان في ست كده. يمكن بتداري كسفتها ووجعها بالطريقه دي. وليه ما يكونش السبب الحقيقي وراء خيانة جوزها ليها؟ لا، انت عارف مبدئي كويس يا تامر، واظن ده مبدأك انت كمان. لا مبرر للخيانه على الاطلاق. اكيد، وانا مش ببرر، بس ست زي دي تركيزها كله على مظهرها وشكلها قدام الناس، وشغلها الشاغل صحباتها هيقولوا ايه، وده شاغلها عن حقيقة العلاقة بينها وبين جوزها. وليه ما تقولش ان جوزها بشكل غير واعي او حتى بوعي منه حب انه فعلا يكسرها ويكسر مناخيرها قدام الناس؟ ما اقدرش اقولك ان ده ما بيحصلش، بس خدي بالك، في ستات وصل بيها الاهتمام بمظهرها انها ممكن تعدي الخيانة او حتى ترضى بيها، ولا انها تشوف جوزها بيتجوز عليها. معقول يا تامر؟ للدرجة دي؟ واكتر من كده. يعني اهم حاجة انها تفضل الزوجة المعلنة قدام الناس، ومش مهم بالنسبة لها جوزها بيعمل ايه ولا مع مين. المهم ان ما تجيش واحدة تشاركها في ماله ولا املاكه. انا مش مصدقة اللي بسمعه. بس تعرف يا تامر، ده بيبرر لكتير من الرجالة انصرافهم لست تانية. ولو ان الجواز التاني لازم يكون وراه دافع حقيقي، مش مجرد نزوة او معاندة وتأديب لزوجة غير مهتمة. وكتير بيحصل ان الراجل لما يعدد ما بيبقاش فاهم هو عمل كده ليه، وبالتالي ما بيبقاش عارف يشرح لا لمراته ولا لحد تاني. غريبة، اول مرة يعني اشوفك حاسة بالراجل، رغم ان الست في موقف لا تحسد عليه. دي حقيقة، بس هرجع وأقولك، الخيانة ملهاش مبرر. دي باب من أبواب جهنم. الخيانة حاجة والجواز من ست تانية حاجة تانية خالص. رغم إن ستات كتير بتعتبره خيانة، إلا إن حكاياته وظروفه مختلفة تماما، وما ينفعش نجرمه لأن ربنا محلله. ولو الست ما كانتش مدركة الفرق ما بين الخيانة والزواج التاني، فيبقى مفيش فايدة. وفي انتظار تعليقاتكم.